انما يا جماعه حد عنده معلومه بس الدوري بتاعنا ده يخلص امتى؟ مش عايز يموتك بالصعب، عامل زي البرص. قسما بالله انا النهارده اتفاجئت ان في ماتشات اهلي وزمالك وبيراميدز، والله العظيم ما كنت عارف. يعني انا فاكر الدوري خلص امبارح لما خلاص بقى عرفنا ان المقاولين والبلديه هبطوا مع الداخليه وخلاص خلصنا. الاقي النهارده في ماتشات، والله العظيم ما بقيت عارف الدوري يخلص امتى. تحس عارف السلايم بتاع العيال الصغيره بتاع اللي بيقعد سايح نايح في بعض ولا ما تفهمش اوله فين واخره فين، هو تحس كده والله العظيم. ما علينا من الدوري المصري، احنا مش جايين نتكلم عليه النهارده ريال مدريد قدر ان هو يكسب السوبر الاوروبي وقدر ان هو يفوز على اتلانتا 2-0 في مباراه ريال مدريد كالعاده بعد فوزه بالمباراه. قدر ان هو يعني كان ماشي بيدوس على الارقام القياسيه برجليه كده، كان ماشي عارف اللي هو يعني ايه بيخبط بيشوطهم برجليه كده. يعني ريال مدريد خلاص بقى هو اكتر نادي واخد السوبر الاوروبي في التاريخ بعد طبعا ما تخطى برشلونه والميلان. نفس الكلام بالنسبه لانشيلوتي، بقى هو اكتر مدرب واخد السوبر الاوروبي في التاريخ. نفس الكلام برضو بالنسبه لانشيلوتي تاني، ان هو حاليا بقى اكتر مدرب واخد بطولات مع ريال مدريد في تاريخه. يعني ارقام قياسيه كتيره جدا ممكن تقعد تعد فيها من هنا للصبح، يعني كعاده ريال مدريد ان هو خلاص هو يعني بقى هو الكينج في كل حاجه في اوروبا، وقريب هيبقى كينج في كل حاجه في العالم يعني. كان باين قوي في المباراه الفروقات اللي بين ريال مدريد واتلانتا. احنا لسه طبعا مباراه لسه في اول السيزون، فالمباراه حتى ما كانتش بالمستوى الفني القوي اللي الناس منتظراه. يعني مباراه يعني كانت فنيا متوسطه الاداء، يعني ما كانتش مباراه قويه جدا فنيا، ولكن كان باين الفروقات اللي بين ريال مدريد وبين اتلانتا. اتلانتا مؤخرا بقى من الفرق اخر كام سنه يعني رجع ينافس بشكل كويس جدا على مستوى الدوري الايطالي. شفناه بيوصل لدور الثمانيه في الشامبيونز ليج، وشفناه الموسم اللي فات بيقدر ان هو ياخد الدوري الاوروبي في مفاجاه بصراحه ما كانش حد يتوقعها، وقدر ان هو يخرج كمان ليفربول من الدوري الاوروبي، قدر يكسب باير ليفركوزن وينهي سلسله اللا هزيمه اللي كان عاملها مع تشابي الونسو الموسم اللي فات. يعني الفرقه بصراحه كانت مع جاسبرين عاملين شغل هايل جدا الموسم ده، ولكن اصطدم بريال مدريد في السوبر الاوروبي. وريال مدريد يعني انا بسم الله الرحمن الرحيم كده بفتكر ريال مدريد في بدايه الموسم اللي فات وريال مدريد في بدايه الموسم ده. بدايه الموسم اللي فات اصابه كورتوا واصابه ميليتاو ورباط صليبي ومش عارف ايه وبنزيما مشي وما عندناش مهاجم وي والكلام ده كله. النهارده بقى بص على التشكيل يخرب بيكم. ده انتوا لو حبيتوا حتى تتمرقعوا وما تلعبوش كوره مش هتعرفوا. يعني عندك ايه وعندك مين يعني انت عندك كل حاجه يا اسطى. انت بيلينجهام يا اسطى ورودريجو ومبابي وفينيسيوس جونيور يخرب بيته. يعني هو الراجل ده يستحق احسن لاعب في العالم بجداره السنه دي، يعني ما فيهاش جدال، ما فيش مناقشه في الموضوع ده. ومودريتش وتشاوميني وفالفيردي وكورتوا في احسن مستوياته كالعاده، وكارفاخال رغم ان هو كبر ولكن الراجل لسه واخد يورو مع اسبانيا والراجل زي الفل وتمام، وميليتاو. وعندك كل ده وكامافينجا اتصاب وهيقعد شهرين. يعني رغم كل ده انت برضو عندك لعيب مصاب بحجم كامافينجا لسه لما يرجع برضو هيبقى اضافه بالنسبه للفرقه. فيعني ايه يا اسطى؟ انت محتاج، انت فين وهم فين؟ يعني يا اسطى ده برشلونه قلبين الدنيا عشان جابوا داني اولمو انت متخيل انت فين يا اسطى؟ تمام. اتلتيكو مدريد بصراحه عامل سيزون في ميركاتو قوي بصراحه، وقدر ان هو يجيب الفاريز وكذا لعيب تاني. بس برضه يا اسطى انت بعيد قوي، انت بعيد. ده غير اللي على الدكه، يعني ده غير اللي على الدكه. انا بكلمك في التشكيله الاساسيه اللي انا شفتها النهارده. هو انت في ايه يا اسطى؟ هو انت لو في لعيب اتمرقع التاني هيشيل، في اتنين اتمرقعوا وفي اتنين شغال، يعني فاهم قصدي؟ مفيش يعني الكواليتي اللي عند ريال مدريد حلوه قوي يا جدعان، مش موجوده في فرقه في العالم. مش هقول لك بقى في الدوري الاسباني ولا في اوروبا، مش موجوده في فرقه في العالم. يعني الموسم اللي جاي مع كارلو انشيلوتي بصراحه يعني المفروض ان هم ياكلوا الاخضر واليابس. يعني الناس حتى كانت بتتكلم على مانشستر سيتي وان هو جامدين مع جوارديولا. لا 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 لا، ريال مدريد السنه دي المفروض يعني ياكل الاخضر واليابس بصراحه. يعني بصراحه اذا كان الموسم اللي فات مع كم الاصابات اللي كانت عنده والغيابات ومفيش مهاجم والكلام ده كله والخناقات دي كلها، وقدر ان هو يعني ياخد دوري ابطال ودوري اسباني واكتر من حاجه تانية. ما بالك بقى السنه دي بالفطاحل اللي عنده دول. المهم يعني لما تبص على المباراه تلاقي طبعا يعني خلاص امبابي بقى واضح ان الراجل بيحاول يخليه هو المهاجم الصريح ورقم 9 قلبا وقالبا. يعني بالنسبه لريال مدريد الراجل خلاص مش هيبقى جناح بشكل او باخر الموسم اللي جاي. يعني خلاص واضح ان الراجل مسستمه ان هو خلاص انت هتبقى رقم 9، زي بالظبط كده ما حصل مع كريستيانو رونالدو اول ما جه ريال مدريد. اتقلب من الجناح لخلاص اللي هو الراجل الفينيشر الفتاك اللي ما حصلش. هل بقى امبابي عنده الملكه دي؟
هل امبابي هيعرف يقوم بالادوار دي؟ ده اللي هيبان مع السيزون، يعني طول السيزون اللي جاي. ولكن النهارده مثلا الشوط الاولاني المباراه كان ريال مدريد باين قوي ان هم يعني لسه ما وصلوش للتوب فورم بتاعتهم، حتى في البري سيزون والماتشات اللي كانت بنلعبها في امريكا. يعني كل دي ماتشات وديه، يعني ما تدكش اي مؤشر للي جاي عامل ازاي. ولكن اتلانتا كان واقف على رجليه الشوط الاولاني بشكل كويس جدا، وقدر ان هو يحرج ريال مدريد في اكتر من كوره، وكان ممكن يسجل. يعني كان ممكن نشوف اتلانتا بيسجل في الشوط الاولاني، في اخر الشوط الاولاني، وكمان في بدايه الشوط الثاني على ريال مدريد. في الشوط الثاني بقى اللي حصل، الاختلاف التام اللي حصل في الشوط الثاني، هو اي فرقه كبيره تقدر تفوز على فرقه متوسطه او صغيره بثلاث عوامل، ودول اللي اتحققوا الشوط الثاني. الخبره، وبان جدا الخبره في لعيبه ريال مدريد. بان جدا ان عندك واحد زي فينيسيوس ده عادي جدا بيعدي من خرم ابره هوب هوب يلعبها لفالفيردي جول عادي جدا بفرديات عاديه جدا. يعني دي بانت فرديات اللعيبه، بانت مع الخبره، الاثنين يعتبروا نفس العامل يعني. نفس الكلام برضو بتشوف بلينجهام فاق شويه الشوط الثاني، قدر ان هو يعمل كوره لمبابي هوب جول. يعني مبابي بسم الله ما شاء الله عليه، يعني اول مشاركه ليه بشكل رسمي مع ريال مدريد، واخد بطوله رسميه السوبر الاوروبي، وكمان قدر ما يعني الراجل يعني مش محتاج ينسجم في حاجه بصراحه. الراجل برضو رغم ان هو النهارده يعني ايه كان خفاف كده واللعب على الهادي خالص، ولكن الراجل ما احتاجش اكتر من 68 دقيقه عشان يسجل اول اهدافه الرسميه مع ريال مدريد عادي جدا. صباح الفل، دي قيمه انك جايب واحد زي مبابي يعني. بطولات. ولكن زي ما كنت بقول لك الخبرات بتاعت اللعيبه بتفرق. انت عندك يعني حدث ولا حرج عن الخبرات. زي ما كنت بقول لك مثلا عندك كمان الفنيات زي فينيسيوس كده، صباح الفل، الراجل من خرم ابره هوب هوب عرف يعدي، لعب الكره بالعرض لفالفيردي هوب جول عادي جدا. والعامل الثالث بقى وده العامل البدني، ان انت زي فرقه زي اتلانتا ادت شوط اول 45 دقيقه ممتازه بالنسبه لاتلانتا الشوط الاولاني، وكانت متماسكه بشكل كبير، وقدرت ان هي كمان تهاجم ريال مدريد في بعض الكرات. هوب الشوط الثاني كل حاجه اتغيرت، تحس اللعيبه بدنيا قلت، التركيز كمان قل. وده طبعا اللي استغله ريال مدريد مع الفوارق الفنيه الكبيره جدا بين لعيبه اتلانتا وريال مدريد، وقدروا ان هم يسجلوا الهدفين اللي احنا شفناهم. فيعني مبروك ريال مدريد وجمهور ريال مدريد. يعني تحس ان ريال مدريد يعني حتى بيصالح اللعيبه اللي جايه من ديورو تعبانه. يعني كورتوا مع بلجيكا طلع عين امه، جه النهارده خد بطوله صباح الفل، والواد يعني فشخ ضبه قد كده. امبابي فشخ مع فرنسا نفس الكلام. عندك روديجير مع المانيا تمام، عندك مودريتش مع كرواتيا، عندك بلينجهام مع انجلترا وخساره نهائي اليورو. العيال دي كلها خلاص صباح الفل يا باشا، انا جاي اعوض مع ريال. ما عنديش مشكله خالص. اتخذلنا مع المنتخب واتفشخنا هناك عادي يا باشا، نعوض مع ريال مدريد عادي جدا. فيعني مبروك لجمهور ريال مدريد، وطبعا بدايه سيزون ولا اروع. ولكن ريال مدريد او انشيلوتي عنده شغل كتير جدا من بدايه السيزون ده، ان هو ازاي هيقدر يوظف كل النجوم اللي معاه دي. حتى الراجل كان ليه تصريح يعني مضحك قوي بصراحه، يعني قال لك انا طول الاجازه قاعد بفكر مين هيلعب اساسي ومين احتياطي وهلعب مين مكان مين، وافسدوا عليا الاجازه بتاعتي. انت متخيل حجم الرفاهيه اللي هو فيها؟ يعني الراجل يعني طول الاجازه عمال يفكر هو انا هخلي مبابي 9 ولا هلعب بيه جناح، ولا هلعب بيه جناح هخلي مين رقم 9، وهقعد مين احتياطي، وفينيسيوس هيلعب فين تخيل يعني، تخيل مشاكل عالم اول قوي، فاهم يعني؟ انت كل الفرق في البري سيزون بتفكر فيه او في الاجازه، يا عم انا عايز اجيب لي صفقتين ادعم بيهم الفرقه ونشوف المشاكل اللي في الفرقه والاصابات وربنا ييسر وهتفرج. لا يا باشا، ده قاعد بيفكر مين هيلعب اساسي ومين احتياطي. انا عندي مشكله هقعد مين، واللي قاعده ده هقول له ايه؟ ما هو اللي قاعده ده برضه نجم وطب وبوب وكل حاجه في الحياه يعني. فمشاكل عالم اول مالناش دعوه بيها. مبروك لكل جمهور ريال مدريد يا جماعه، استنوا ريال مدريد الموسم اللي احنا فيه ده هيأدي بشكل ممتاز جدا طبعا مع تقدم الماتشات يعني، ومع الدخول في السيزون. ويعني انا مستني اشوف مبابي في المركز الجديد بتاعه بصراحه، يعني مستني اشوف مبابي سترايكر رقم 9 مع ريال مدريد. لان يعني هل هتعرف تستنتخ من مبابي او تعمل منه نسخه من كريستيانو رونالدو اول ما جه؟ ان انت برضو خليته هو المهاجم بعد ما كان جناح، قعد فتره جناح، بعد كده خليته هو المهاجم الفينشر الفتاك. هل انت هتعرف تعمل منه كريستيانو رونالدو جديد ولا لا؟ ده اللي هيبان لنا خلال السيزون. السلام عليكم وتصبحوا على خير.